يلتحق بنا الآن السيد خالد البلطان رئيس نادي الشباب. سيد خالد أهلا بك. بداية بعد تصريحاتك الساخنة البارحة تناقلت مصادر غير رسمية قرارا بإقالتك، كيف تعلق؟ إقالتي من من؟ ألو؟ نعم تفضل سيد خالد. من الإقالة من؟ إقالتك من رئاسة نادي الشباب. من سيقيل؟ إذا الرئيس العام ولا الاتحاد السعودي؟ إذا الاتحاد السعودي لا يوجد في لائحة الاتحاد السعودي أي إقالة لرئيس أي نادي وليس من صلاحية الاتحاد السعودي. إذا الرئيس العام، أعتقد الرئيس العام يعني يترك الخلافات هذه دائما للجنة الانضباط، والاتحاد السعودي يقرر إذا كان هناك خطأ من رئيس الشباب أو خطأ من رئيس الاتحاد السعودي. أعتقد أن هذه إشاعة. يعني أنت تنفي هذا الخبر؟ نعم هذا غير صحيح وغير يعني هذا الكلام أصلا غير نظامي بهذه الطريقة. طيب قضية خلاف إعلامي لا يصل لهذه المرحلة. طيب تعددت التفسيرات حول تصريحاتك، هناك من اتهمك بالعنصرية، كيف ترد وكيف تفسر؟ أنا صرحت وأنا صاحب التصريح وأنا الذي فسرت هذا التصريح وفسرته عندكم في العربية نت، وقلتها بالحرف الواحد أنه إذا كان الأستاذ أحمد عيد انتزع أو يريد أن ينتزع الصفة الاعتبارية فبتكون يعني نوع من الفوضى وبتكون يعني هو الخسران الأكبر، احنا كلنا حنخسر. وإذا كنا بنتهم بعض بدون احترام لصفاتنا الاعتبارية، لكن هو لأنه رئيس المنظومة، رئيس منظومة الكرة السعودية بصفته رئيس الاتحاد السعودي، أعتقد يكون هو الخسران الأكبر. هذا ما كنت أقوله، هذا ما كنت أقصده، هذا كنت ما أريده. أما من يفسر على راحته أعتقد هو المسؤول عن تفسيره، والذين فسروا كلامي بأنه كلام عنصري هذا كلام حقيقة مقيت وأنا أمقته وأستهجنه، وأعتقد أن هذا التفسير مسؤول عنه أصحاب هؤلاء من فسروا هم المسؤولين عنه، وهم من أساءوا لأحمد عيد وخالد البلطان. طيب أمام التفسيرات العنصرية هذه التي فسرت لا كما تقول، طيب هل هي تفسيرات طيب أستاذ، هل يستوجب هذا اعتذارا لرئيس الاتحاد السيد عيد؟ لا يوجد أي اعتذار لأني أساسا لم أسيء الرجل، لا يوجد أي اعتذار، وكأني بك الآن تؤمنين بمثل هذه التفسيرات خاطئة. لا يوجد في تصريحي أي كلمة فيها عنصرية ولا يوجد فيها أي حرف حتى فيها عنصرية، ولا أقصد مثل هذا الموضوع. وأي شخص حتى لو كنت أنت تعتقدين مثل هذا أن هذا الشيء فيه عنصرية، أعتقد اعتقاد خاطئ ويجب أن تحاسب نفسك وتحاسب أي شخص. نحن فقط ننقل ما يطرح يعني فقط للمشاهدين. نحن لا نؤمن أو نحن لسنا هنا بموجب الإيمان أم لا. نعم تفضل. أنقلي ما أطرحه أنا. نعم. أما ما يفسره البعض في تويتر وغيره أعتقد أنه لا يليق بالعربية أن تطرح. نعم. طيب هل تلقيت اتصالات من مسؤولي الرياضة؟ لا ولا الموضوع تصريح. يا أختي الكريمة، أحمد عيد أخطأ بتصريح أعتقد أنه خطأ غير طبيعي. أخطأ بأنه قال خالد البلطان لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل نادي الشباب. هذا خطأ في عدم احترام لي وعدم احترام حتى للصفة الاعتبارية وعدم احترام لنادي الشباب، وفي أشياء كثيرة أنا رديت عليها البارح. الناس انشغلت بردة الفعل ونسيت الفعل. أعتقد أن أحمد عيد أخطأ، وإذا كان هناك حالة انضباطية فيجب أن يعاقب أحمد عيد قبل. طيب قلت في العربية نت أنك ستقابل صحفيين، من هم هؤلاء الصحفيين ولماذا ستقابلهم؟ هناك صحفيين صرحوا بتويتر عبر حساباتهم تبنوا موضوع العنصرية واتهموني فيه. أعتقد أني سأقاضيهم على اتهامهم هذا. اتهام بالعنصرية أنا أرفضه وأمقته ولا أقره، وكل من تحدث بهذا الموضوع سيتم محاسبته. طيب شكرا جزيلا لك خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي، شكرا لك.